إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. نعمل ايه؟ لنطرح كل ثقل. يعني ايه ثقل؟ يعني هم. شيل دي على العذر. ده انا ببسط قوي من ولادنا. مره شفت ولد كده لطيف مع جدول الامتحانات كاتب العربي على العذراء، الانجليزي على مريمينا، الحساب. هو شايل مين معاه؟ ما تشيله. ليه شايل انت الهم؟ لان لنا سحابه من الشهود لنطرح كل ثقل. نحطه على فين؟ نحطه على السحاب. شايل دي لام النور، شايل ده المرجرجس، شايل ده لابوسفين، شايل ده المريمينا، وربنا مش بيزعل. وربنا مش بيزعل. قول انا سبت الموضوع ده على فلان، خلاص انا مطمن. والعذراء ام حنونه ايها الاحباء لا تخيب رجاء احد. اطرحوا كل ثقل، كل هم. هو قال تعالوا الي يا ثقيلي الاحمال. ثقيلي، شيل الثقل واطرحوا عليه. بطرح ايه تاني يا رب غير الهم؟ هتطرح حاجه تاني. والخطيه المحيطه بنا. في خطايا الشيطان قاعد عمال يغوي الكل. اطرح الخطيه بسهوله. ليه؟ عشان القديسين معاه. ده يرضي القديسين اللي حواليا، ده يرضي القديسين اللي حواليا، يرضي ارواح الابرار اللي حواليا. في جهادنا الروحي ايها الاحباء، احساسنا بوجود القديسين حوالينا يخلينا نطرح الخطيه بسهوله بسهوله. بعد يجي يقول لك انا مش قادر. طب ما تحمل دي. مش قادر اتشفع بالانبا برقام. مش قادر تتوب، اتشفع بالانبا موسى. مش قادر اتشفع بالبابا كيرلس. مش قادر تخدم، اتشفع بأم النور. اطرح كل خطية وثقل بسهولة. ليه؟ لأن لنا هذه السحابة أيها الأحباء. بقى الجهاد سهل. ليه؟ لوجود هذه السحابة من حولنا.